في متابعة بعتت تسألني بتقولي عايزاك تشرحي لي يعني ايه قياس حجم البويضة. ده فحص بسيط بيتعمل بالموجات فوق الصوتية أو بالسونار المهبلي لأنه بيكون أدق وأوضح في الصورة. ده بيعمله الدكتور عشان يتابع نمو وتطور البويضة جوه المبيض أثناء الدورة الشهرية، وده بنعمله عشان نقدر نحدد بالظبط أيام التبويض اللي هي أيام الخصوبة العالية عشان الحمل. ولو كانت الست دي واخدة حقنة تنشيطية ده عشان نتأكد إن الجسم استجاب للحقنة دي. ومنها كمان بنحضر للحقن المجهري، بنعرف الوقت المناسب بالظبط لسحب البويضات او ان احنا نديها الحقنه التبكيريه. هشرح لك بالظبط ايه اللي بيحصل. في بدايه الدوره بيبقى الجريب اللي هو جواه البويضه بيبقى حجمه صغير جدا، بيبقى حجمه من 2 ل 8 مللي، يعني اقل من السنتي، وبيفضل يكبر يوميا بمعدل من 1 ل 2 مللي لحد لما يوصل حجمه من 18 مللي ل 24 مللي. ساعتها بنقول ان البويضه دي جاهزه للتخصيب. يعني المتابعه مش بتكون مره واحده، دي بتبقى على عدة مرات، بنبدأها من اليوم الثامن أو اليوم العاشر من الدورة، وكل يومين بتروح عشان تتابع تشوف حجم البويضة بيكبر قد إيه. في ستات فاكرين إن كل لما البويضة تكبر كل ما يكون ده أفضل، وده اعتقاد غلط خالص. البويضة ليها حجم مناسب من 18 ل 22، ده أنسب وقت ليها. لو أقل من 17 مللي دي بتبقى صغيرة جدا، ما ينفعش إن هي تتلقح أو تتخصب. وهنا بيجي دور أدوية التنشيط اللي بيديها الدكتور بنفسه عشان ينشط البويضة دي عشان تكبر، عشان نبدأ ان احنا نعمل لها سحب لحد لما بيوصل حجمها من 18 ل 22 مللي. بنبدأ ان احنا نعمل لها سحب او بنحدد ايام الجماع اللي يحصل فيها الحمل. متابعة التبويض خطوة بسيطة جدا بتوفر عليكي وقت ومجهود وتوتر ملوش اي لازمة. نيجي بقى لحتة الحمل. يعني لو الدكتورة قالت لك ان البويضة بقى حجمها 20 مللي ودي حجم مناسب جدا للتلقيح، وحصل التلقيح وبرغم كده ما حصلش حمل، اقول لك على السر اللي مش بيقوله لك حد. الحجم مش كل حاجه، هو السونار لما بيقيس مش بيقيس البويضه نفسها، بيقيس حجم الجراب اللي هي محطوطه فيه او الجراب اللي هي جواه. يعني مش بيقيس البويضه نفسها، بيقيس الجراب اللي موجوده جواه البويضه. فالجراب ده ممكن يكون حجمه مناسب جدا زي ما قلنا من 18 ل 24، بس البويضه اللي جواها ممكن ما تكونش سليمه او ما يكونش فيه بويضه من الاصل، عشان كده المقاس وحده خداع. السر التاني سمك جدار الجريب. يعني ممكن ان انت تاخدي الحقنه التبكيريه ويكون جدار الجريب ده سميك جدا لدرجه ان البويضه ما تقدرش ان هي تطلع منه، فبتتحبس جوه الجريب وتتحول لكيس. وهنا بقى يجي دور جوده الهرمونات والتغذيه والترويه الدمويه السليمه للمبيض. مش بنعتمد على التنشيط بس. السر التالت بقى ده بطانه الرحم، وده الاهم في الموضوع كله، لان احسن بويضه لو هي بحجم 21 مللي ودخلت الرحم ولقت ان بطانه الرحم اقل من 7 مللي عمرها ما هتقدر تنغرس فيها. او لو لقت بطانه الرحم مش بشكل ثلاثيه الخطوط. يعني ايه ثلاثيه الخطوط؟ الرحم في المرحله دي بيبقى عامل زي الساندوتش اللي هو ب3 طبقات. لو الدكتور ما شافش المنظر ده في السونار قبل ما يبدا ينقل البويضات، يبقى كده البويضات دي ملهاش اي قيمه، لان المنظر ده لما بيبان في السونار بيكون معناه ان الفرشه او السجاده اللي هتتزرع فيها البويضه بيئة كويسة جدا تقدر البويضة اللي هي تعمل انغراس فيها. يعني بتبان كأنها كده خطوط بيضة وبينها خطوط غامقة زي ورق الشجر كده يعني. وده بيكون بفضل هرمون الاستروجين اللي هو بيغذي الرحم جامد. هو والبويضة بتنضج بيبدأ ان هو يغذي بطانة الرحم عشان البويضة تلاقي مكان كويس تنزرع فيه. يعني لو البويضة تمام مفيهاش اي مشكلة، لكن بطانة الرحم اقل من 7 مللي كده مش هتقدر تنغرس فيها، واكتر من 14 مللي يكون فيها تضخم او فيها زوايد كده برضو مش هتقدر البويضة تنزرع فيها. يعني التقييم الصح للتلقيح مش بيبقى رقم على السونار، ده بيبقى منظومة متكاملة من 3 حاجات: الجودة والشكل والبطانة بتاعت الرحم اللي هتتزرع فيها البويضة. ده الشكل ده اللي بيبان في السونار قبل خروج البويضة، وبعد خروج البويضة من 24 ساعة ل 48 ساعة بيتحول لونه كله للأبيض بسبب هرمون البروجسترون، وده المعيار اللي بنعرف منه ونتأكد ان التبويض فعلا حصل. طب ايه الأسباب اللي ممكن تضعف بطانة الرحم؟ أول حاجة نقص التغذية الدموية. المبيض والرحم محتاجين ضخ جامد جدا للدم. الشرايين اللي في الرحم لو فيها ضيق أو انقباض الدم مش بيوصل ليها، ومش بتبدأ البطانة اللي هي تكبر وتنمو حتى لو أخدتي هرمونات الدنيا. تاني سبب الاستخدام الخاطئ والمفرط للكولوميد اللي هي أدوية التنشيط، لأن ده بيعمل كمضاد الأستروجين، فالأستروجين بيكبر البويضة لكن في نفس الوقت بيقلل حجم بطانة الرحم ويخليها ضعيفة جدا. تالت حاجة العمليات اللي بتحصل كتير في الرحم، سواء إذا كان تنظيف أو كحت أو مثلا شيل زوايد موجودة فيه، ده كله بيضعف من بطانة الرحم.
وبيسبب ندبات والتصاقات في الرحم، وده بيخلي البويضة متعرفش تنغرس كويس. وكمان التهابات الرحم والحوض اللي هي المزمنة دي بتعمل تليف لبطانة الرحم الأساسية اللي هي بتبني كل شهر البطانة بتاعة الرحم. والحل ايه الموضوع ده؟ أول حل لنقص التغذية الدموية بنديها جرعات صغيرة جدا من الأسبرين أو موسع الأوعية الدموية عشان يبدأ الدم يتضخ بطريقة كبيرة للرحم، ونبدأ إن احنا ننشط الرحم والمبيض. تاني حاجة اللي استخدموا الكلوميد بطريقة كبيرة قبل كده أو بطريقة عشوائية، بنبدأ إن احنا نديهم هرمون الاستروجين يا إما البوس يا إما بالفم عشان نبدأ إن احنا نزود سمك بطانة الرحم. تالت حاجة الرياضة والحركة والتمرينات بتاعة الحوض دي بتقوي جدا الدورة الدموية وتدفق الدم للمنطقة دي. رابع حاجة ودي أحدث تقنية اللي هي حقن البلازما اللي بنحقنها جوه الرحم قبل الحقن المجهري عشان نحفز الرحم اللي هو البطانة بتاعته تنمو والتجديد نمو الخلايا بتاعة الرحم. أما بقى لو الست عندها مشكلة في مخزون المبيض نفسه، فأنا هحط لك صورة دلوقتي دي بتبين لك العوامل البيئية والجينية اللي بتأثر على مخزون المبيض وليه مخزون المبيض بينقص من ست للتانية. يعني في ستات بيبقى عندها 35 سنة ومخزون المبيض بتاعها كبير جدا، وفي ستات تانية بيبقى عندها 20 سنة ومخزون المبيض بتاعها قليل جدا. فده كله مرتبط بعوامل جينية وبيئية زي ما الصورة هتوضح ليكي. ولو محتاجين ان انا اعمل حلقة مخصوص على مخزون المبيض وازاي نتجنب قلة مخزون المبيض وازاي نحسن من جودة البويضة، اكتبي لي في الكومنتات وده هيبقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله.